10 خيانات قام بها المغرب الأقصى تجاه الجزائر تاريخيا، فلنتابع معا. نبدأ بعصر ما قبل الإسلام، والبداية بالسلالة الموريتانية. لا يعرف أصل بوخوس الأول ولا بوخوس الثاني، ولكنهم كانوا حكاما في شمال المغرب الأقصى في منطقة طنجة في فترة 100 قبل الميلاد. الخيانة الأولى اسم الحاكم بوخوس الأول، سنة الخيانة 104 قبل الميلاد. الجهة المستفيدة روما. ملخص الخيانة: سلم الملك النوميدي يوغرطا لروما بعد استدراجه إلى فخ. الخيانة الثانية بوخوس الثاني، سنة الخيانة 46 قبل الميلاد. الجهة المستفيدة يوليوس قيصر روما. ملخص الخيانة: تحالف مع القيصر ضد يوبا في حرب طابسيوس وسلمه إلى الإمبراطور. الخيانة الثالثة بدأت مع الحكام السعديين الحجازيين الذين احتلوا المغرب الأقصى، والبداية بالحاكم محمد الشيخ، سنة الخيانة 1550. الجهة المستفيدة إسبانيا. ملخص الخيانة: تحالف مع الإسبان ضد الجزائريين الذين أرادوا تحرير تلك الأراضي من الحكم الصليبي. الخيانة الرابعة الحاكم السعدي عبد الله الغالب، سنة الخيانة 1557. الجهة المستفيدة إسبانيا. ملخص الخيانة: واصل التنسيق مع الإسبان ضد الجزائريين. الخيانة الخامسة بدأت مع قدوم العلويين الحجازيين الذين احتلوا المغرب الأقصى، والبداية مع الحاكم مولاهم إسماعيل، سنة الخيانة 1701. الجهة المستفيدة كل الممالك الأوروبية، حيث غدر بالجزائر بتحالفات ضدها أثناء ثورات الحدود، وشكل مع إيالة تونس هجمة موحدة للإطاحة بالجزائر. الخيانة السادسة الحاكم العلوي عبد الرحمن بن هشام. الجهة المستفيدة فرنسا. ملخص الخيانة: رفض دعمه للأمير عبد القادر وضيق عليه ووقف موقفا سلبيا، بل ساعد فرنسا لتقبض عليه. الخيانة السابعة الحاكم العلوي الحسن الأول، سنة الخيانة 1871. الجهة المستفيدة فرنسا. ملخص الخيانة: طمأن فرنسا بعدم دعمه لأي مقاومة ضدها وأي دعم للمقاومة الجزائرية. الخيانة الثامنة الحاكم العلوي محمد الخامس، سنة الخيانة 1956. ملخص الخيانة هو دعمه جيش التحرير شكليا وخطابيا ودبلوماسيا، ولكن في الحقيقة تم اختطاف طائرة القادة الجزائريين في فترته وسلمت لفرنسا. انتقال 20,000 قومي من المغرب الأقصى يدعم الجيش الفرنسي في مناطق الأوراس، وساهم بذلك جيش القومية تاع المغرب الأقصى في قتل الجزائريين. دون أن ننسى الخيانة التاسعة عندما استعادت الجزائر سيادتها، غدر بها الحاكم العلوي الحسن الثاني سنة 1963، واقتحم حدودها بطريقة غادرة فيما يسمى حرب الرمال، لكنه خسر الحرب. وآخر خيانة قام بها المغرب الأقصى هي إقدامه على وزير الدفاع الصهيوني إلى بلده ليهدد الجزائر من أراضيه، وكانت تلك هي نقطة النهاية وإعلان القطيعة بين البلدين بشكل نهائي.